ما تيجوا معايا. النهارده كنت رايحه اودع الكيرلي، كنت رايحه اعمل كرياتين لشعري. هنا اول ما رحت غسلوا لي شعري على طول بالشامبو ده. انا اصلا استغربت ان هم غسلوا لي شعري على طول، انا كنت عاملاه كيرلي علشان نصور قبل وبعد، بس اتاري لازم يغسلوه علشان نصور قبل وبعد، بس مش بالكيرلي، بطبيعه الشعر نفسها. اول حاجه كان الشامبو، بعد كده حطوا لي ثيرمال سيلنت الماده التانية على شعري، هي دي الماده بقى اللي بتعمل الكرياتين. هنا بعد ما وزع لي الماده كلها على شعري، وكان لازم اقعد بيه ساعة. كلمة ساعة دي يا جماعة مش قليلة خالص. جه بقى ينشف لي شعري شوية، بعد كده غسلته، بعد كده بقى بينشف شعري، بعد كده عمل لي شعري بقى استشوار ومكوى، نشفه لي بالاستشوار، بعد كده عمله لي مكوى. فضل بقى يضغط على المكوى في الشعر علشان المادة تثبت، يعني فضل يضغط على شعري بالمكوى كويس قوي علشان يثبت المادة كويس جدا. كنت عايزة اقول لكم ان كله تحت السيطرة. بعد ما خلصت شعري خالص حبيت اوريكم النتيجة برضه، بس في مفاجأة انا اتصدمت منها اكتر منكم، ان هم غسلوا لي شعري تاني، بس اتاري في حاجة تالتة اللي هي الماسك لازم يتحط على الشعر، بيتحط 10 دقايق كده في الغسيل، بعد كده يتغسل وخلاص كده ينشف لي شعري بالاستشوار. جه واحد تاني ينشف لي شعري بالاستشوار، اللي هو انا ما قلتلهمش ان انا مستعجله، بس تقريبا كانوا هم اللي مستعجلين. بس كده يا جماعه، ودي كانت النتيجه، وكانت حلوه جدا جدا الصراحه، عجبتني. عندكم اي سؤال او اي استفسار، او لو عايزين تعرفوا النتيجه بعد كذا شهر، تعالوا عندي على الانستجرام، هرد على كل الاسئله، هحطها لكم في اول كومنت تحت. بس كده، وده كان الفيديو بتاعي يا جماعه النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالتجربه زي ما انا اتبسطت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو للصفحه علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.